نتقدم إلى ساحة القداسة، إلى سيدنا ومولانا وإمامنا المنتظر صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى الأمة الإسلامية بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العطرة، مناسبة عيد الغدير الثاني كما سمته الروايات الشريفة، حيث هلك في هذا اليوم أكبر وأخبث وأدهى طاغية من الطغاة الذين ناصروا أهل بيت النبوة العداء، ألا وهو الطاغية عمر بن الخطاب لعنة الله عليه. هنيئا لكم يا حزب الله، أنتم يا من تحتفلون في هذا اليوم واجتمعتم هنا لإحياء هذه الذكرى، لإحياء هذا العيد. أنتم حزب الله. تسألوني كيف وعلى أي أساس أطلقت علينا هذا الوصف العظيم؟ الجواب هو في هذه الآية الكريمة، آخر آية من سورة المجادلة. لو أن مخالفينا الذين خدعوا بعمر وأضرابه تدبروا في هذه الآية لعلموا أننا نحن حزب الله، وأنهم مع الأسف الشديد حادوا عن ذلك، فلا يصدق عليهم هذا الوصف. الله تبارك وتعالى يقول في آخر آية من سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ارجعوا إلى كل التفاسير التي ألفت في تاريخ الإسلام، سواء التفاسير التي ألفها وكتبها علماء مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم، أو تلك التي ألفها مخالفوه، وانظروا في تفسير هذه الآية الكريمة. الجميع أجمع على أن معنى قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حاد الله ورسوله أي خالف الله ورسوله. المحادة المخالفة التي تتجاوز الحدود. فإذا صفة المؤمنين، صفة المسلمين الذين هم حزب الله حقا، أنهم لا يوادون، لا يحبون، لا يتولون أحدا خالف الله ورسوله. هذا ميزان، معيار يجب أن يطبق على كل الشخصيات،
سواء الشخصيات المعاصرة أو الشخصيات الغابرة. إذا وجدنا اليوم رجلا قد حاد الله ورسوله، خالف الله ورسوله، فإذا يجب أن نبرأ إلى الله منه، لا يجوز لنا شرعا أن نتولى. وكذلك إذا وجدنا في التاريخ أن هنالك رجلا خالف الله ورسوله، خصوصا إذا كانت مخالفته قد تجاوزت الحدود، فإذا يجب أيضا أن نبرأ منه، وإلا نكون قد كفرنا بهذه الآية الكريمة. نأتي الآن إلى هذه الشخصية المختلف عليها بيننا وبين مخالفينا، لنتكلم بصراحة. 1400 سنة نحن مختلفون على هذه الشخصية. عمر بن الخطاب قسم من الناس يدعون الإسلام يتولونه، قسم آخر وهم نحن نعاديه ولا نوده، نبرأ إلى الله منه. مبرراتنا في هذا الموقف كثيرة يصعب إحصاؤها أو إيجازها. نحن موقفنا تبع لموقف الأئمة من آل محمد